عرفت مدينة سبتة اليوم تطورات متسارعة بعد موجة جديدة وقوية من الهجرة غير النظامية تزامنت مع محاولة كبيرة للعبور نحو المدينة، في مشهد وضع السلطات الإسبانية والمغربية أمام حالة من الاستنفار على جانبي الحدود. المعطيات المتوفرة تشير إلى أن أعدادا كبيرة من الأشخاص حاولوا الوصول إلى سبتة مستغلين الظروف الملائمة للعبور، وهو ما تسبب في ضغط كبير على الأجهزة الأمنية ومراكز الاستقبال داخل المدينة، في وقت كتفت فيها السلطات المغربية من وجودها الأمني بمحيط الفنيدق والمناطق المؤدية إلى الحدود. لكن المفاجأة التي زادت من غموض المشهد هي أنه في خضم هذه التطورات تم فتح باب سبتة أمام مرور المغاربة في خطوة لافتة جاءت في توقيت حساس للغاية وبعد موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها المنطقة. وهنا يطرح السؤال نفسه: لما إسبانيا اختارت أن تفتح باب سبتة بهذا التوقيت بالضبط؟ هل الأمر مجرد إجراء مؤقت لتدبير الوضع الاستثنائي الذي عرفته الحدود، أم أن هناك دوافع أخرى وراء هذا القرار لم يتم الكشف عنها؟ خصوصا أن فتح المعبر جاء بعد أحداث وضعت مدينة سبتة تحت ضغط كبير ودفعت السلطات إلى رفع مستوى الاستنفار والتعامل مع أعداد كبيرة من الوافدين خلال فترة قصيرة.